بونجور، اخباركم ايه؟ انا ميمي. كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد ونعاد علينا كلنا بالخير يا رب. ما اظنش ان في الحر ده في احسن من ان احنا نعقل شوكة المسيح او ايفوربيا. هي نوع من الصبارات كله شوك وبيطلع ورق اخضر وكمان ورد احمر. وردها الأحمر منقط بأحمر غامق كأنه نقط دم، عشان كده سموها شوكة المسيح. النبتة دي مزهرة طول العام وبتزدهر أكتر في الصيف، يعني وردها بيزيد في الصيف. النبتة دي سهلة جدا في رعايتها، يعني بتتسقى مرة كل 3-4 أيام في الشمس بتاعة الصيف الشديدة. الشتاء ممكن توصل لأسبوع أو 10 أيام عند جفاف التربة بالكامل. بتحب الشمس جدا، ووقت تسميدها كمان ممكن نسمدها ب NPK طول السنة، ولو عايزين نسمدها تسميد عضوي، بس أنا ما حبسش الحكاية دي في وقت الربيع والخريف، لانها ما بتحبش تتسمد قوي في الشتاء لانها تبقى في حاله سكون. بنعقله بقى ازاي؟ شايفين العقله دي؟ بنبتدي نخلخلها، او لو معاكم مقص بتقصوها. المهم ان احنا نطلعها من الساق الاساسي. خلوا بالكم بتطلع عصاره بتكون سامه وممكن تكون بتهيج الجلد، فخلوا بالكم ان ما تجيش على جلدكم العصاره البيضه دي. تمام. بعد ما طلعناها هنستنى 5-6 ساعات كده العقلة دي تتكلس، يعني من تحت تنشف علشان لما نحطها في تربة ما تعفنش. والمكان اللي احنا اخدنا منه العقلة دهيت هيتكلس عادي وهيقفل ومش هيحصل له اي حاجة ومش هيأثر على النبتة الأساسية. دي شكل العقلة. بعد 4-5 ساعات من تكلس العقلة هنبتدي نزرعها. الموضوع سهل جدا، النبتة دي ما بتحتاجش حاجة خالص. هنبتدي نغرزها في تربة مبلولة كويس، وهنحطها في مكان شبه ظليل، يعني بعيد عن الشمس لغاية لما تحاول تضرب جذور، بس طايلها ضوء الشمس، طايلها نور يعني. وهسقيها عند جفاف التربة بنسبة 80 أو 90%، وهنضغط أهم حاجة التربة جامد حواليها عشان تمسكها كويس. وهنركز مع الساق اللي المغروز ده، لو قلب لونه بني ده معناته ان هو بيعفن. ناخد بالنا كويس جدا، هو لازم يبقى لونه اخضر وفريش كده، وان النبتة ثابتة في مكانها لما نيجي نهزها ما بتتقطمش. ومع الوقت هتلاقي فيه مواد جديدة وزهور جديدة تطلع لما النبتة تبتدي تضرب جذور وتستقر في مكانها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.